السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصدقاؤنا وحلقة جديدة وحكاية جديدة من برنامجكم الذي تحبونه يحكى أن. عنوان حكايتنا لهذا اليوم هو فائدة النشاط. وتدور أحداثها في غابة بعيدة، ويعيش في تلك الغابة عدد كثير من النمور. وكان أحد النمور الصغار اسمه ميسور. يعيش ميسور مع والده نشيط، وكان النمر نشيط دائما ما يستيقظ باكرا، حيث يخرج للصيد في الصباح الباكر. وكان دائما ما يوقظ ابنه الكسول ميسور، الذي يكره الاستيقاظ في الصباح، ويحب أن يواصل في نومه بكسل، وينام حتى منتصف الظهيرة، لكن دائما ما يصر عليه والده حتى يخرج معه لصيد الطعام. وكان ميسور دائما السؤال لوالده: يا أبي، لماذا توقظني دائما في الصباح الباكر؟ وأنت نمر قوي، يمكنك أن تصطاد لوحدك. فيجيب الأب نشيط: لأنني أحبك يا بني. يجيب ميسور: كيف تقول لي أنك تحبني؟ وفي نفس الوقت تحرمني من النوم المريح. لأخرج معك إلى الغابة وأتعب. رد عليه نشيط: حتى تتعلم الصيد ومتاعبه، وتعيش الحياة بكل جوانبها. يرد ميسور: ولكن صديقي سهلان ينام حتى الظهر. ويذهب أبوه وحده إلى الصيد، ويأتيه بكل ما لذ وطاب من الطعام، فهو لا يتعب ولا يجتهد. ثم أخذ يبكي ويقول: ما أسعدك يا سهلان. وما أتعس حظك يا ميسور. هنا نظر نشيط إلى ابنه ميسور طويلا، ثم قال: يا بني، غدا سوف تكون كبيرا، فلا بد أن تعتمد على نفسك. وأنا سأكبر في العمر، لذا أدربك الآن. يرد ميسور: لكنني ما زلت صغيرا ولا يزال أمامي الكثير من الوقت. يجيب نشيط: ما أسرع مرور الأيام يا ولدي، وما تظنه بعيد سرعان ما يأتي. قال ميسور: أرجو ألا تغضب مني يا والدي، لكن أنا أظن أن والد سهلان يحب ابنه سهلان أكثر مما تحبني يا أبي. رد عليه نشيط: سترى ذلك يا ولدي العزيز. مرت الأيام وما زال النمر نشيط يوقظ ابنه ميسور كل صباح، والذي كل يوم يزداد حزنا واستياء. وفي يوم من الأيام كان ميسور يمشي في الغابة، والحزن باديا على وجهه بسبب والده نشيط. وكان يفكر: لماذا يصر والدي على الخروج معه؟ وفجأة سمع صوت صديقه سهلان. قال له: فيما تفكر يا ميسور؟ رد النمر ميسور: أهلا أيها المدلل سهلان. قال سهلان: مرحبا بك، ما بك؟ أجاب ميسور: أفكر بما أعانيه من والدي، حيث يوقظني كل صباح للصيد معه. قال سهلان: وأين المعاناة هنا؟ رد ميسور: أحرم كل يوم من النوم اللذيذ. قال سهلان: وما فائدة الحياة إذا لم تكن تعتمد على نفسك؟ رد ميسور: ولماذا تعتمد على أبيك؟ رد سهلان: إلى متى ستعتمد عليه وهو سيكبر في السن؟ وواصل: هل ستظل طوال عمرك صغيرا وهو في نفس عمره؟ رد ميسور: كنت أظنك سعيدا بالنوم الطويل. قال سهلان: لست سعيدا أبدا، وأيضا لدي اقتراح لأبي. رد ميسور: وما هو هذا الاقتراح؟ قال سهلان: أن نتبادل الحياة والأدوار. أنا أخرج مع والدك إلى الصيد وأنت تنام مكاني. فرح ميسور من هذه الفكرة وطار من الفرح والسعادة. ذهب سهلان إلى أبيه بهذه الفكرة، فغضب والده غضبا شديدا، وقال له: كيف أسمح لك بالذهاب إلى الصيد؟ ثم واصل: لا، وأيضا تريد أن تخرج مع نمر غيري؟ وأيضا أنت ما زلت صغيرا في العمر. لا، لن أسمح لك أبدا. أخذ سهلان بالبكاء والتوسل إلى والده، حتى رضي والده ووافق بعد إصرار من سهلان. وفي نفس الوقت كان ميسور يحاول مع والده، والذي غضب جدا من الفكرة. فكيف يتركه للنوم والكسل؟ لكن كان النمر الصغير مصرا على ذلك. وفي النهاية وبعد إصرار ميسور وافق على مضض. أصدقاؤنا الأعزاء، سنواصل في سرد الحكاية، وسنعرف ماذا حصل للنمرين الصغيرين، لكن بعد هذا الفاصل القصير. انتظرونا.
مرحبا بكم مجددا يا أصدقاء. عدنا لكم بعد الفاصل مع برنامجكم يحكى أن، وحكاية اليوم عن فائدة النشاط. وما زلنا في أحداث الحكاية مع النميرين ميسور وسهلان، حيث حاول كل واحد منهما أن يقنع والده بالفكرة الذي اقترحها سهلان، وقد وافق بعد إصرار النميرين الصغيرين. وفعلا بدأت صفحة جديدة لهما، حيث جاء الصباح الباكر على سهلان، وقد أيقظه النمر نشيط ليخرج إلى الصيد، أما ميسور فقد كان سعيدا جدا لأنه نام نوما عميقا حتى الظهر. وعندما استيقظ وجد أمامه أشهى أنواع الطعام، فقال في نفسه: سأعوض أيام التعب كلها. صارت الأيام على هذه الحال حتى أصبح النمر سهلان يستيقظ قبل النمر نشيط، مما جعله سعيدا وفرحا بهذا النشاط والحيوية. قال سهلان: يا عم نشيط، أنا مشتاق لهذا العمل. ولكن أبي كان يمنعني بسبب خوفه عليه. رد نشيط: هذا هو الحب الضار يا ولدي. وفعلا أصبح سهلان بمرور الوقت صيادا بارعا. مرت عدة أسابيع حتى التقى الصديقان مجددا. قال ميسور لسهلان: أراك تتوقد نشاطا وحيوية. رد سهلان: نعم، وأشعر بسعادة كبيرة جدا أيضا. قال ميسور: أما أنا فأشعر بكسل وخمول، ولا أشعر بالسعادة التي تتحدث أنت عنها. لقد أصبحت أسأم من كثرة النوم، ولم يعد الطعام لذيذا بالنسبة لي، كما أنني أصبت بالسمنة وزيادة الوزن. وما كنت سعيدا مع أبي عندما كان يوقظني مبكرا للصيد، ولكن للأسف لم أشعر بذلك الوقت. رد عليه سهلان: هل تعرف لماذا؟ قال ميسور: للأسف لا أعرف، أخبر لي لماذا؟ أجاب سهلان: لأنك كنت تتحرك بنشاط وحيوية. وأضاف: لأنك كنت تستيقظ مبكرا. فالاستيقاظ المبكر يبعث على الحياة. استغرب ميسور وقال: وما فائدة ذلك؟ رد سهلان: إن الحركة هي سنة الحياة. كل شيء في الكون يتحرك، حتى الأرض التي نعيش فيها هي تتحرك ولا تتوقف أبدا، والماء العذب والنقي فيها يتحرك، وبمجرد توقفه يصبح راكدا، فيتعفن وتملأه الجراثيم، فيصبح غير صالح للشرب وتتغير رائحته. ألا ترى النهر الذي في غابتنا؟ رد ميسور: كلامك صحيح، فالنهر يجري بنشاط وحركة. لكن يا صديقي، ما علاقتي بهذا؟ رد سهلان: صديقي ميسور، نحن جزء من هذا الكون، ونخضع إلى نفس القوانين والسنن. فمن كان نشيطا ومتحركا تجددت حياته، وزادت حيويته ونشاطه. أما الكسول فهو مثل الماء الراكد. أجاب النمر ميسور: هكذا فهمت. فقال له النمر سهلان: حسنا، وماذا ستفعل؟ أجاب ميسور: سوف أعود للعمل مع أبي. يجب علي العمل بجد واجتهاد. وبالفعل عاد الصديقان إلى والديهما، وعندما رأى والد سهلان ابنه كان سعيدا به. أما ميسور فقد عاد إلى والده وهو خجلان، فقال له: يا أبي، لقد عرفت أنك كنت تحبني جدا، لذلك كنت توقظني الصباح كل يوم، فأنت كنت تهتم بسعادتي. رد عليه نشيط: لا عليك يا بني، هذه هي فائدة النشاط. انتهت الحكاية أصدقاء، ولكن خرجنا بها بدروس. فالآباء عليهم تعليم أبنائهم الاعتماد على النفس، وأن يعودوهم على النشاط والحيوية، فالكسل وعد النشاط يفسد الأولاد، ويجعلهم يتهربون من حمل المسؤولية. كما أن التعب والاجتهاد هو سبيل الراحة، والحركة والنشاط هو سبيل السعادة والسرور. كما أن على المسلم أن تكون له بصمة، فعليه أن يقدم لدينه ولوطنه. كانت هذه بعض الدروس، وماذا عنكم؟ أخبرونا بالذي استفدتموه من الحكاية. لا تنسوا راسلونا على رقم الهاتف الظاهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. هذا صديقكم عبد السلام ناصر، وموفق ناصر يحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.